ده اليوم رقم 43 من حياة مصور في ثانوية عامة. لا في المتحف المصري، وهنتكلم على الملك اللي مات وساب لنا اغلى قطعة آثار موجودة في العالم. عاملين في المتحف قاعة عرض بتعرض قصة الملك توت عنخ آمون على شكل فيلم قصير وممتعة جدا. خلصنا الفيلم القصير ده وطلعنا قعدنا نتفرج على التوابيت اللي لقوا فيها، وحرفيا بجد حاجة تذهل. عارف تذهل زي ايه؟ زي الكونتنت اللي انا بعمله، عشان كده لازم تخش تعملي فولو دلوقتي. حرفيا لقوا الملك اللي احنا بنتكلم عنه جوه التوابيت دي كلها وهي جوه بعض. اللي احنا خلصنا الجزء ده وكان ناقص لنا القطعه الاهم وهي القناع. القناع ده يعتبر اغلى قطعه اثريه موجوده في العالم لحد دلوقتي، ومن كتر ما هو مهم وعليه زحمه حرفيا وقفنا كل الطابور ده قصاد كل الناس دي عشان بس نتفرج. دخلت وصورته من الظهر، وعايزك تاخد لي بالك قوي من التفاصيل والدقه اللي معمول بيه. وطبعا مش محتاج اقول لكم قد ايه الوش كان مذهل يعني، لانه معمول من ذهب خالص واحجار كريمه كتيره جدا. خلصت وكان معايا احمد، اتصورنا معاه وكده يبقى احنا يعتبر يعني خلصنا جولتنا في المتحف المصري الكبير. والسلم اللي انا كنت نازل من عليه ده اللي اتكلمت عليه في الفيديو اللي فات. اخيرا خلصنا الجوله بتاعت المتحف. يعني احب اعرف رايك بعد ما خلصت. حاجه اقسم بالله وهم تحفه. لما وصلنا لحد هنا كنا جعانين جدا، فقررنا ناخد بعضنا من المتحف ننزل الحسين عشان ناكل من هناك. ولقينا مكان اسمه فطاطري الحسن، قعدنا عنده وجبنا فطير، ويعني كنت قاعد باكل على احلى فيو الواحد ممكن ياكل عليه. ولا يا جماعه اكيد مش قصدي على بدل الرقص دي، يعني اكيد هي الصحبه الحلوه. نودع القاهره خلاص. هنا حرفيا كنا خلصنا رحلتنا وطالعين نركب عشان خلاص مش قادرين. وما تنساش يعني انك تعملي فولو عشان الفيديو ده كله عاملينه على الرحله اللي كسبناها للشخص ساعه ما جبنا 10,000. ما بالكم بقى لما نوصل 50. يا جماعه سهله جدا والله مش صعبه. المهم اللي احنا سيبنا القاهره وبدانا نتحرك وعدينا كمان بوابه القاهره، واخيرا كنا وصلنا اسكندريه. وبس كده يعتبر اليوم خلص، وطبعا ما ذاكرناش يعني ما كانش فيه وقت، بس ده مش مبرر لي يخليك ما تعمليش فولو.